بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل باقي شغلنا في الديكوريتور بارت 2. المرة اللي فاتت عملنا زي ما احنا شايفين وحسنا الكود بالكورج شوية علشان نقدر يبقى الكود بتاعي ريدابل وتبقى المتغيرات تقدر تجيلي هنا بطريقة سليمة. تمام. طيب انا بقى محتاج اعمل ايه؟ انا ممكن اوقف ده، مش محتاج خالص. احنا محتاجين اول فانكشن عملناها مع بعض اللي هي الانترفيو نحسنها شوية. تمام. نحسنها ازاي؟ كده الكود مش الطف حاجة. تمام. إحنا محتاجين يبقى اللوجيك بتاعنا ديكوريتور يتحكم فيه. طيب هنيجي نعملها إزاي؟ حاجة أعمل فانكشن مثلًا إيه، للفانكشن اسمها مثلًا check param check parameter يعني، ونيجي ندّي له إيه، أنت بتاخد مني فانكشن وبعد كده أنت بتيجي تعمل جوّه دي في الرابر فانكشن بتاعتي. تمام. والرابر فانكشن بتاعتي هتاخد مني إيه، هتاخد مني args وquargs الاتنين. وبعد كده هاجي أعمل pass وبعد كده أعمل ريتيرن لمين؟ للرابر بتاعتي. ده الديكوريتور بتاعي باختصار. عشان أتأكد إن الدنيا تمام ممكن أقول له print مثلًا إيه I am in rubber decorator بالمنظر ده. وطبعًا لو عملت run ما فيش أي حاجة تحصل، لازم أدّي الديكوريتور بتاعي اللي هو هنا أعمل at check pro. أول ما آجي أعمل run هالاقي إيه، قال لي I am in rubber decorator. في نفس الوقت ما عملّيش تنفيذ أو execution للinterview call up اللي أنا عملته. تمام. ليه؟ علشان أنا دلوقتي اتحكمت فيه في الprompt، فالprompt دلوقتي هو اللي مرتبط بمين؟ ما ينفذش الfunction. أنا قايل له طلّع له ده بس، لكن ما تنفذليش الfunction. تمام. لو أنا جيت قُلت له نفذ لي الfunction فأنا لازم أدّي له إيه، أمرّر له الfunction بالparameter بتاعتي. تمام. جميل جدًا. طيب أنا بقى مش عايز كده دلوقتي، أنا عايز إيه، أتحكم في الlogic بتاعي. الlogic ده كله عايز أنقله إيه، جوّه الdecorator بتاعي. طيب ممكن نشيل ده ونيجي نعمل بس print للargs. يا ترى الargs والcorgs شايلة إيه؟ والcorgs شايلة إيه؟ شايلين الاتنين إيه؟ تمام. طيب لو جيت عملت run هالاقي إيه، طبع لي عمر 30 data engineer python airflow sql. يعني إيه ده؟ كل دول معايا بالنسبة لي طلعهم لي على هيئة إيه، أخدهم معايا في الcorgs هنا، أخدهم معايا في الargs قصدي. تمام. وبعد كده أخد لي الPython advanced والSQL advanced والAWS intermediate أخدها في الإيه، في الcorgs عندي. تمام. فكده جميل. فأنا بس أخدت منه args corgs وبعد كده أنا اللي أتحكم فيهم براحتي. طيب عشان أطبعهم طبعًا أنت تلاحظ هنا دمج لي الskills مع إيه، الdata الرئيسية. طب عشان أحل الموضوع ده محتاج أعمل إيه؟ ممكن أعرّفهم متغيرات عادي name. هاجي أقول له أنت يا name جاي لك الargs index إيه، تمام، index 0 كده عشان دي tuple فده رقم 0. طب وأنت age، الage جاي لك args index 1. طيب أنت كمان يا position جاي لك إيه، جاي لك الأرجز index 2. طيب وبعد كده بعد الposition عندنا إيه تاني؟ عندنا أنا عايز أجيب الskills. طب الskills عندي كانت في tuple. تمام. جميل جدًا. ممكن أعملها نفس الفكرة. إزاي؟ هاقول له هات لي index من رقم كام؟ 3 بايثون للآخر. كده دول الskills. 3 بايثون للآخر اتعلمناها في الslicing. شايفين كل حاجة بنطبّقوها. ابتدي. تمام. ولحد الآخر. طيب عندنا إيه كمان؟ آآ ممكن للأرجل سوري، نسيت أكتب أرجل. تمام. طيب عندنا إيه كمان؟ عندنا الكورجز زي ما هي. أنا عندي الكورجز هي الكورجز اللي عندي. طيب بعد كده هاخد الlogic ده كله من هنا واصغّر الfunction
المنظر ده، وآجي أحط فين اللوجيك ده هنا أهو. خلاص بقى ده اللوجيك المسؤول عن الشغل بتاعي. تمام، بقى عندي skills. تمام، عندي new skills، وعندي كمان إيه اللي راجع لي، إيه اللي راجع لي، إيه اللي راجع لي، عندي كمان إيه الnew details. تمام، ديّة اللي هتشيل الskills بتاعتي بعد ما ألوب عليها، والnew details هتشيل إيه الdetails بتاعتي برضه بعد ما ألوب عليها. طيب بعد كده هاجي أعمل إيه؟ سهلة، هاروح أنادي على الfunction، يا function تعالي أنتِ بتاخدي إيه منّي، كده الfunction بتاخد منّي name age position skills. تمام، فهاجي أقول له أنت بتاخد منّي name age position. تمام، اللي أنا حاططهم فين، هنا دول. وبعد كده آجي أقول له هتاخد منّي skills ديّة، لأ الnew skills اللي أنا كنت بالوب عليها. تمام، طيب new skills، وبعد كده هتاخدي منّي كمان الnew details اللي أنا برضه كنت بالوب عليها. فهيبدِّل ده بده. طب هنا أصلًا ما فيش الnew skills ولا هنا الnew details، هيضرب error. هاجي أقول لك مش مشكلة، دي أنت هتحط له الskills ديّة بالمنظر ده كده، وهتحط له الcourses بالمنظر ده. طيب يا ترى إيه اللي هيحصل لمّا آجي أعمل run؟ يالّا بينا نشوف. تمام، علي قال لي إيه hello عمر your age is 30 and you apply كذا الskills are، رجّعها لي على هيئة tuple. تمام، وكمان رجّع لي أصلًا إيه اللي رجّعه لي كمان، رجّع لي ال الcourses برضه مع إيه، معاها في tuple. تمام، فديّة مشكلة كبيرة هنحلّها إزاي؟ فإحنا عشان نحلّها، أنا دلوقتي عندي كده بعتّ الnew skills والnew details. طب بس هُم راجعين لي كلّهم على هيئة tuple، والdictionary إيه الquarks راجعة لي فاضية، مع إن ديّة راجعة لي quarks. بس أنا عشان أحلّها صح، أنا ممكن أقول له إيه، ما خلاص أنا كده مش محتاج هنا الargs ولا الquarks أصلًا. تمام، يعني شِلت الإيه الstars. هتقول لي ما هيضرب error هنا. تمام، عندك حق هيضرب error لحد ما أنا إيه، بس مش هيضرب عشان أنا مستخدم الdecorator، والdecorator بيرجع لي فيه args courses. فالdecorator أصلًا هو اللي بيستلم الparameter بتاعتي، فلمّا آجي أعمل run ألاقي إيه، راجع لي الdata مضبوطة. data engineer position your skills are كذا، كذا، كذا أهم، and details are Python is advanced SQL is advanced AWS is intermediate. فكده كان advanced برضه topic لل decorator. تمام، إن شاء الله هنتكلم في المحاضرات الجاية عن advanced topic برضه in Python، وبعد كده هنخش على الOOP إن شاء الله. هدفنا من السلسلة دي اللي إحنا نخلّيك قوي جدًا في Python، تفهم كل حاجة، ولو في أي سؤال سيبه لي في الكومنتات أو على جروب الدعم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.